جايه لكم النهارده بتجربتي مع سان بلوك بريمير لكل انواع البشره. هو درجه حمايته اللي زي ما مكتوب عندنا ان هو بيحمي من اشعه الشمس UVA واليو في بي، كمان SPF 50، مناسب لكل انواع البشره وضد الميه. وفي الاعلانات كتيره بيقولوا لنا ان هو في 7 طبقات حمايه او في 8 فلاتر حمايه. السان سكرين ده من الحاجات بصراحه المميزه جدا اللي انا استخدمتها في الصيف ده. هو فيه عيوب طبعا، ما فيش اي سان سكرين بصراحه مصري ما فيش فيه اي عيوب يعني، والمستورد برضو على فكره فيه حاجات كتير فيها عيوب، يعني هي اسماء على الفاضي. هو 75 مللي، يعني كميته كبيره جدا وبيقعد على فكره فتره طويله، يعني استخدمته كذا مره وحاسه برضو ان هو ما شاء الله لسه يعني ما كملتش حتى ربعه. هو سعره الاساسي هو 360 جنيه او 350 جنيه، بس هما في الفتره دي وفي خلال شهر 8 عاملين عروض. اشتري 3 منتجات ب 500 جنيه. هو عرض كويس جدا، مش على السان سكرين بس، على فكره على كل منتجاتهم. طيب تعالوا نشوف بس قوامه عشان نقدر نحكم عليه. هو كريم، هو مش جل كريم طبعا. هو بالنسبه للبشره الدهنيه والمختلطه مش افضل اختيار، بس هقول لكم ليه انا حبيته. هو بيعمل وايت كاست فظيعه قوي قوي قوي. طبعا انا برضو مع ذلك بحب احط الكميه المناسبه عشان انا عايزه احمي بشرتي. انا مش مشكله عندي الوايت كاست وانا خارجه، بس هو طبعا مش بيبقى كده خالص، يعني هو البشره طبعا بتتشربه. هو مش عايز طبعا ان انت تحطي الكميه كلها مره واحده، يعني تقسمي حته حته. بالمناسبه هو ساعات بيفرول، لو هتحطي تحتيه مرطب او ميك اب او حاجه هيفرول معاكي. هو اصلا في نسبه ترطيب. هدمجه وارجع لكم. هو عموما دمجه مش اسهل حاجه في الدنيا، بياخد بصراحه شويه وقت، وكمان لو عندك عيوب في بشرتك هيظهرها لك. لو عندك مسام واسعه، عندك خطوط، لو حطيتيه حوالين عيونك هيظهرها لك قوي، فاهماني؟ بس هو في المقابل اتشرب، يعني في الاخر بيتشرب. فكره بقى ان هو بيدهن او مش بيدهن دي على حسب نوع بشرتك. لو انت بشرتك دهنيه قوي هيدهن معاها طبعا، ولازم تستخدمي قبليه برايمر او اي حاجه تضيق لك المسام. طبعا احنا قبل السان سكرين بنحب طبعا نحط فيتامين سي. حطي، بس حاولي يكون نوع الفيتامين سي بتاعك يكون مائي، ان درجه حمايته ممتازه جدا جدا. انا حبيت بصراحه حمايته في شهر 8 وشهر 7. استخدمته بصراحه في الايام اللي هي الحر شديده جدا، كان صامد معايا فتره جميله جدا، يعني ساعتين واكتر والله. بس بشرط ان انت ما تعرقيش، هو مش بيعرق بطبيعته. ودي من الحاجات اللي هي عجبتني فيه قوي بصراحه، برغم ان هو تقيل على البشر. يعني انا حاسه ان انا حاطه حاجه على البشره، بس في نفس الوقت الحمد لله ما سببليش تعرق. بس وقت ما بعرق طبعا بيفضل اختيار ما تستخدموش في الايام اللي هي بتكون درجه الرطوبه والعرق شديده قوي. بالنسبه للمصايف برضو هيبقى حلو معاكي، بس دايما لازم تجدديه. طب هو في عطر ولا لا؟ في عطر، والعطر ده قريب قوي من صن بلوك اوركيديا. طب هو بيلزق؟ لا مش بيلزق، وده بيكون شكله بعد ما بينشف على البشره بيبقى عامل لنا برضو ملمس دهني شويه، يعني هو برضو مش دراي تاتش مع الاسف. طيب خلاصه الكلام، هو عجبني في ايه؟ عجبني ان هو طبعا درجه حمايته عاليه قوي قوي قوي، يعني بجد احسن من حاجات كتير مستورده. سعره كويس جدا جدا بالنسبه لحجمه وبالنسبه ان هو منتج مصري. بالمناسبه هو بيقولوا لك ان هو تركيبه اسبانيه وكده، وان هو مش بيعرق. طب بالنسبه للي ما عجبنيش فيه طبعا ان هو بياخد وقت في الدمج. ووقت ما بتعرقي بتحس ان هو ابتدى يعمل زي خطوط كده وايت كاست على الجبهه او في المكان اللي انت عرقتي فيه بصراحه، والمنظر يعني العام ما بيكونش لطيف قوي، مش دراي تاتش. ولو جربتي سان بلوك بريمير يا ريت تكتبي لنا رايك وتجربتك في الكومنتات، سواء عجبك او ما عجبكيش. مع السلامه.